الأطراف السياسية في سوريا في نظرتها للحل في سوريا. فمع اشتداد حالة العنف في كل بقعة في سوريا، ومع تأزم محاولات الوصول إلى حل عسكري للأزمة، تلوح في الأفق محاولات وبوادر للدفع ببعض القوى الإقليمية والدولية نحو البحث عن حل سلمي لهذه الأزمة، ولو افترض الأمر بقاء الأسد. ومن القوى التي كانت منذ البداية تطالب بحل سلمي ولا تمانع في بقاء الأسد هيئة التنسيق الوطنية. فما هي رأيها الآن بعد مضي 4 سنوات من الثورة السورية، وما هي نظرتها لآفاق الحل في هذه المرحلة؟ أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الأعزاء. لمناقشة هذا الموضوع معنا الأستاذ علي السعد، رئيس فرع هيئة التنسيق الوطنية بمحافظة الحسكة. مرحبا فيك أستاذ. أهلا بكم. أستاذ علي، نحن عم نلاحظ أنه في تطورات بالفترة الأخيرة، وهي تطورات بتتناول استبعاد الحل العسكري بشكل شبه كلي، وعم نشوف انه في تقاربات وتجاذبات بين هيئة التنسيق وبين الائتلاف، وحتى مثل ما سمعنا منكم انه في جلسات، في اوراق عم تستنى انه تتوقع. طيب بهالمرحلة شو هي آفاق الحل برأيكم لمستقبل سوريا؟ أنتم ببداية الثورة السورية وبعد الثورة السورية بحوالي 3 أشهر بلشتوا بتأسيس الهيئة، وقلتوا بوقتها أنه أنتم مع الحل السياسي. طيب شو عم تقول بعد مضي 4 سنوات من الثورة؟ بداية كل الشكر لهيفي FM اللي أتاحت هذا اللقاء الجميل، وأشكر الشباب على جهود في هذا المجال. أما عن هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي، فمثل ما تفضلت اتشكلت بعد 3 أشهر من اندلاع الثورة السورية في 15/3/2011. فكان المؤتمر التأسيسي في 30/6/2011 اللي جمع 9 أحزاب سياسية عريقة، وجمع شخصيات مستقلة، وجمع فعاليات اقتصادية وفعاليات ثقافية وفعاليات فكرية وواجهات وطنية في سوريا. المؤتمر التأسيسي اللي انعقد في حلبون طرح لا للعنف، لا للتدخل الأجنبي، لا للطائفية طبعا، والشعار اللي كان مطروح بدايته لا للاستبداد. فطرحت الهيئة إسقاط هذا النظام القمعي المخابراتي بالطرق السلمية وبالكفاح السياسي، ورفضنا العسكرة من بداياته. طبعا مثل ما تفضلت وتفضلت الآنسة في المقدمة، الحل في سوريا ثبت لا يمكن أن يكون إلا حلا سياسيا، لأن الإقليم أخذ الدور، ما عاد في دور للشعب السوري. الشعب السوري 4 أو ما يقارب 5 سنوات وهو يشقى ويتعذب، ومورست عليه التهجير، ومورس عليه البراميل، ومورس عليه القمع إذن لازم نأكد على الحل اللي ممكن بالأفق فيه، وهو الحل السياسي. سعينا إلى جنيف، ونحن أول الناس اللي طارحين جنيف وطارحين أخي لقاء مع هذا النظام، لقاء تفاوضي، وتوصلوا بجنيف إلى حالة كتير رائعة. جنيف 1 إنه تشكيل هيئة حكم رئاسية تأخذ مكان رئاسة الجمهورية. إلا أنه هذا النظام المتمرس 40 سنة يعني التسلط والقمع والاستبداد والدكتاتورية لم يفسح مجال. خرجت الناس بالمظاهرات وصدورة عارية وتقول بكل صدق وصراحة: الشعب يريد إسقاط النظام، الشعب يريد إسقاط النظام. فكان الحل السلمي اللي طرحته الهيئة أسلم حل، تغيير
ديمقراطي جذري شامل. ما بيهم يعني وجود الرئيس بشار أو غيره، ما بيهم. أنا بيهمني العقلية اللي ممكن أن تغير فيها نظام الحكم، وبالتالي هذا الحكم بيصير إلى طريق الديمقراطية. والتجارب في العالم كثيرة، إلا أنه المال السياسي ودول الإقليم اللي إلها مصالح ودول عالمية إلها مصالح في استمرار الهم في سوريا وحالة الاقتتال جروا الناس إلى العسكرة. ما دار في الساحة هو حل سياسي وذهنية سياسية، لكن جروا إلى الحل العسكري اللي أنا بعتبره مقتل للثورة ومقتل للحلم السوري. أما عن لقاءاتنا، نحن هيئة التنسيق في مقولة بيقول هاي ما في معارضة سورية، في معارضات. نحن بهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي لا ندعي حصريا تمثيل الشعب السوري، نحن صوت من الشعب السوري، نحن نمثل صوت، وطرحنا في كل المجالات حلنا السلمي اللي يعيش على حالة من التفاوض مع النظام. هذا النظام تمسك، ذهب إلى الحل الأمني وإلى الحل العسكري وإلى ما تم في البلد من تهجير ومن قتل ومن حرق البشر والشجر والحجر. المأساة اللي يعيشها السوريين لم يعيشها أي إنسان. مأساة، وضع كارثي، ضرب للبنية التحتية في سوريا، الجر إلى حالة اقتتال، الجر إلى حالة يعني بدي أسمي لك إياها جر الثورة السورية إلى مسار الغير صحيح. طيب أستاذي، بهالحالة أنتم عم تطرحوا حل سلمي لحل المشكلة والأزمة أو الثورة بسوريا. يا هل ترى الطرف الثاني اللي هو النظام السوري ممكن يقبل أنه في حال اتفاق هيئة التنسيق والائتلاف اللي هو مصر على رحيل الأسد، ممكن الطرف الثاني يقبل بهذا الرحيل؟ أو يا هل ترى أنتم عم تشوفوا أنه الاتفاقات اللي عم نسمع أنه عم تصير بين السعودية ودول أوروبية وأمريكا أنه عم يحاولوا أنه يعملوا حل أو يحطوا حل للمسألة السورية مع وجود الأسد؟ الطرف الثاني شو راح يكون موقفه يعني؟ شوف، الهيئة تطرح ما يتبناه الشارع. الشارع بده خلاص ثبت بأنه الحل العسكري لا يمكن، طالما روسيا عم تمد هذا النظام وطالما إيران تمد هذا النظام بفصائل أبو الفضل العباس وحزب الله والسلاح الروسي جسر جوي، فلا يمكن للحل العسكري أن يتم. ممكن في انتصارات لكن وقتية، في دعم قطري، في دعم تركي، في دعم سعودي، هذا نحن متفقين عليه، لكن هذا كله عم يقتل المواطن السوري، هذا عم يهلك المواطن السوري، عم يجره إلى الهاوية. أما عن لقاءاتنا مع الائتلاف، فدائما يقولوا في عدم توحيد في حالة المعارضة السورية. المعارضة السورية معارضات، المعارضة السورية مأجورة، المعارضة. نحن نقول ومن منبركم هذا على هيئة التنسيق، نحن نرفض الإملاءات. نحن عرضوا علينا الكثير من السعودية ومن قطر ومن تركيا، فكان قرارنا حر ومستقل، نرفض الإملاءات، لأنه بمجرد ما تبنينا طرحهم فبدهم يقودونا إلى الحالة. وأنتم تعرفوا السلاح بيد العاقل مصيبة، فكيف بيد اللاعق؟ نحن ضد التسليح. نحن بنقول لحزب الله أنت مالك شغل عنا، هاي قضية سورية، وبنقول لأبو الفضل العباس، ونقول لكل المقاتلين غير السوريين اللي اجوا من أقاصي العالم وعن طريق تركيا
وبغض نظر تركي بنقول لهم انتم ما لكم شغل، انتم عم تتعاموا عن الحل، عن هموم الشعب السوري، عن هموم الشعب السوري العظيم الصابر. فطلب منا انه اخي اطلعوا على الخارج وناضلوا. فكان رأينا بهيئة التنسيق نعيش هموم بلدنا، نعيش مع شعبنا، والله ندخل السجون، ودخلوا مناضلين السجون والمعتقلات وبقينا على هذا الخط. أما عن لقائنا مع الائتلاف فصار لقاءين، لقاء الأول في باريس وكانت خطوط عريضة، واللقاء الثاني في بروكسل. كانت هي من التحضير لمؤتمر القاهرة، مؤتمر القاهرة اللي انعقد تحت شعار توحيد المعارضة السورية. كان من الائتلاف 40 شخصية من الائتلاف، فيسارة ومجموعة كبيرة، يعني تقدر تقول مجموعة السعودية كاملة، مجموعة تركيا لأنه مصر رفضت المجموعة اللي بالائتلاف. أنا مع احترامي للائتلاف ما بدي أحكي شو، أما الشارع يقول الائتلاف الآن في غرفة الإنعاش. ليش بغرفة الإنعاش؟ لأنه ارتهن قراراته في رأي دول. الآن إذا أي بيان بسيط ما بيقدر يطالعه إلا بياخذ رأي الدولة الممولة، هي اللي تخرج. هيئة التنسيق بتلتقي مع كل العالم. نحن التقينا وعملنا تفاهمات مع كل العالم، مع كل من يقول أنا معارض، دون النظر حتى إذا كان معارض ناعم أهلا وسهلا، قدري جميل كان من قلب النظام. فالتقينا معه ووقعنا تفاهمات معه وأهلا وسهلا، ما عندنا أي مشكلة. الائتلاف نحن قلنا لهم ونقول لهم، والبيان اللي أمام أيديكم واضح. يعني أنا راح أحكي بالبيان شوي لهذا الرد. الحرص والتمسك بالعمل المشترك مع كافة المعارضة والشخصيات الوطنية الديمقراطية التي أنجزت مؤتمر القاهرة بمخرجاته الهامة من مشروع الميثاق الوطني وخارطة الطريق لإنقاذ سوريا. هذول الشرطين أساسيين باعتبارهما منجزا هاما في علاقات الهيئة وحواراتها مع مكونات الشعب السوري وقواه الحية. حوارات الهيئة وما أنجزناه من وثائق وتوجهات مع الائتلاف، وبالأخص في باريس اللقاء الأول اللي صار قبل بروكسل، وما تم في بروكسل، ترى إنها تناولت بحرص ومسؤولية الرغبة في التوافق. نحن بدنا توحيد المعارضة، ما عندنا أي مشكلة، بس هن يعني يصقلوا نفسهم يضبطوا حالهم، نحن ما عندنا مشكلة، جاهزين. إلا أننا نود الإشارة إلى عدم رغبة الهيئة في إيجاد وثائق موازية أمام أي حوار جديد من خلال الأخذ بعين الاعتبار ما تم في القاهرة توافقنا عليه وخرجنا بمخرجات أساسية احنا وذكرناها، مشروع الميثاق الوطني وخارطة الطريق ووضع حل سلمي، تحريك عملية جنيف بضمانات دولية. بدون ضمانات دولية وبدون موافقة قطبي السياسي العالمي الروس والأمريكان ما في حل. بدنا نتم نقتتل والحل يكون ضائع. فموضوع اللي عم تسألني عنه، نحن شروطنا واضحة، نحن نرفض التدخل الأجنبي، نحن بنقول داعش ما هي ثورة، داعش حالة أمريكية، حالة إيرانية، حالة خليني أسميها حالة طارئة، ما هي ثورة داعش. النصرة ما هي ثورة، الثورة اللي نقصده تغيير ديمقراطي جذري وشامل. هذا اللي احنا عم نركز عليه. ما تم في يعني في الائتلاف احنا بنوقع، لكن هل وافق الائتلاف على تسمية وبدقة جبهة النصرة خارج إطار المعارضة السورية؟
أنا بسمع أنه ميشيل كيلو لما اجى على راس العين قال أنا هي الثورة وهي رجال الثورة. المقاتلين غير السوريين هدول ما لهم علاقة، هدول اجوا من أقاصي العالم، إلهم قضاياهم الخاصة وإلهم برنامج وإلهم أجندات بعيد عن الثورة السورية. أستاذ علي، بالعودة لما بدنا نرجع على أرض الواقع وتكاثر الجماعات المسلحة واللي تم إدراج بعض منها تحت قائمة الإرهاب، أنتم كفصائل معارضة كيف بتشوفوا أنه يمكن ضبط هذه المجموعات على أرض الواقع باتفاق بين فصائل المعارضة إن كان بينكم وبين الائتلاف أو فصائل أخرى؟ كيف بتشوفوا الطريقة لضبط هذه المجموعات المسلحة؟ أولا المجموعات المسلحة النظام هو اللي دفع إليه مزيد من القتل، مزيد من سفك الدماء، هو اللي دفع لوجود قوة تسليح. جابوا من السعودية سلاح، وجابوا من قطر سلاح، وجابوا من تركيا سلاح، فصارت عملية كيدية. البلد عم يروح. أنا على سبيل المثال واحد انقتل أخوه، شو بدك يعمل؟ انقتل ابنه، انقتلت عائلته، شو بدك إياه يعمل؟ بده يحمل سلاح. لكن أنا لما بحاول بقول له في قانون، اللي قتل عائلتك راح يجي القانون. ما كل العالم احترموا 17 سنة الحرب في لبنان تمت. ما البوسنة والهرسك ايش بالأخير وضعوا أطر وقوانين. نحن في هيئة التنسيق لا نؤمن بالسلاح. إن آمنا الآن بسلاح وحدات حماية الشعب، هذا دفاع عن النفس. اجوا وصلوا على بيوتنا راحوا دافعوا عنهم، هذا دفاع عن النفس. أما إنك جاي أنت من أقاصي العالم وجاي تنهب بلدي وجاي تسرق ثورتي، هذا اللي احنا نرفضه. المجموعات المسلحة احنا قلنا للائتلاف بكل وضوح هدول ما لهم علاقة بالثورة. نزلوا بيان واعترفوا انه هدول ما لهم علاقة بالثورة. الثورة الآن هي ثورة تغيير ذهنية وعقلية نحو يعني تنوير الناس. ابتليت الثورة بداعش وأخواتها. أنا أشتغل سياسي، أنا ما عندي سلاح، أنا بحكي للناس هدول ما هم ثورة، هدول ما لهم علاقة بالثورة، هدول هجين على الثورة، هدول صنعوا النظام مشان يقتل ثورتي، هدول جابوا النظام، هدول جابوا دول الإقليم لمشاريعهم. الآن تركيا عندها مشروع. فنحن الآن نقول نملك شعبنا، نملك ناسنا. أنا 4 سنوات كهيئة تنسيق ما تركت بيتي. الناس رفاقي عبد العزيز الخير، أبو طلال، رياض الهادي، يعني مجموعة من رفاقي من القياديين كلهم في السجون نتيجة هذا الموقف. هذا الموقف اللي نعتبره الشارع والشعب يعرف انه هذول لقطاء على الثورة ما لهم علاقة، تصنعوا. ما يتم في الشارع الآن، ما يتم في سوريا الآن، نحن عم نحكي، نحن إن البيانات وإن شعبنا الآن الذهنية بكل سوريا ذهنية عمل سياسي. العسكرة قتلت حمص، العسكرة قتلت دير الزور، العسكرة قتلت ريف دمشق. هذا نظام ما بيفهم إذا ما تجي دولة أخرى تهدده ولا عنده سلاح بيقتل كل سوريا وما بيسأل. لذلك أنا مع هذا التساؤل. يجب فرز هذه العقلية وتوسيع طيف ديمقراطي لكل الناس ضد العسكرة، والرجوع إلى حالة اللي كنا نعيشها بشارع قاسمه، واحد الشعب السوري واحد. هالحالة هي لازم الرجعة ونعيش حل سياسي، طرح سياسي. وما تم إن يعني تجارب في العالم، ما تم من انحراف ثورة ممكن ترجع
ويرجع الحل السلمي. والآن في توجه، في يعني صحيح غدر العالم كله غدر الثورة السورية، لكن الآن عم يصحصحوا أنه لأيمت لابد من العمل السياسي. أستاذ علي، من خلال حكيك تقريبا عرفنا أنه شو هي المواقف من مختلف الجهات من الحل بسوريا، بس يا هل ترى هاي التوافقات اللي عم تصير بينكم وبين الائتلاف، أنت حكيت أنه الائتلاف مرتبط بأجندات معينة بدول هي اللي عم تمشي الائتلاف وهي اللي عم ترسم له مواقفه. طيب الائتلاف كمان من جهته عم يقول أنه هيئة التنسيق بالبداية كانوا عم يقولوا، ولهلا انه هيئة التنسيق كمان مرتبطة بالنظام، هذا اولا. ثانيا انه هيئة التنسيق عم تاخذ هلا قراراتها من روسيا. يا هل ترى شو هي الدول اللي عم تضغط؟ يا هل ترى في دول عم تضغط مشان تقاربكم انتم والائتلاف، ولا هذا تقارب نتيجة انه اثنيناتكم وصلتوا للفكرة اللي عم تقول انه ما في حل بسوريا الا الحل السياسي؟ سؤال ذكي ويعيش الحالة السياسية في سوريا. نحن من بدايات التأسيس طارحين وحدة المعارضة السورية. في بداية حديثي قلت أنا ما بؤمن بأنه وكالة حصرية للشعب السوري. أنا صوت في سوريا من الشعب السوري. هن يقولوا نحن و113 دولة قالت لنا أنتم تمثلوا الشعب السوري. نحن بنقول لهم هذا الحكي صندوق الاقتراع ببين هذا الحكي عفوا هذا الحكي يعني حكي مثل ما تقول حكي جرايد. الواقع يفرض نفسه. الحالة السياسية اللي موجودة على الأرضية تفرض نفسها. مع كل محبتي واحترامي للائتلاف وما بحط على أي إنسان، أنا بقول لطالما الائتلاف موجود في تركيا وأجنداته ضاغطة لتركيا ما راح يعمل شيء. في حركة قوية بالائتلاف تسعى لتحرير الائتلاف. في مجاميع بتقول لا لتركيا ولا للسعودية ولا لقطر. حالة موجودة. نحن في هيئة التنسيق من الأخ حسن عبد العظيم لأصغر عضو، من المنسق العام لأصغر عضو، عايشين على جيوبنا وعلى مصاريفنا وعلى بيوتنا. ما بالضرورة نعيش ب5 نجوم نكون مناضلين. فقط نقطة، مطلوب مني خلق طيف ديمقراطي ليحل هالحالة السياسية اللي موجودة. عسكرة ما بتحل. نظام لا زال سلاح عم يتقدم له، ممكن انحسر في مناطق ممكن، لكن بالنتيجة إذا استلموا العصابات أو المجموعات المسلحة راح يكون لا حل، راح يكون مزيد من شلال الدم السوري. أستاذ، شكل الدولة في سوريا في حالة بقاء الأسد، ما هو التصور السياسي لهذه المرحلة؟ احنا وضعنا خارطة الطريق في مؤتمر القاهرة وقلنا الرجوع إلى مؤتمر جنيف. مؤتمر جنيف 1 فشل نتيجة تخبط وتمسك النظام. مؤتمر جنيف 2 أيضا فشل نتيجة ضعف، يعني كان بيوقف رئيس الوفد النظام ويلقي دروس على المعارضة من منطق فوقي، لأنه كان في انتصارات على الأرض آنذاك. الآن الوضع تغير. الآن الدول العالمية ودول الإقليم لازم تعرف مصالحها وإلا تحترق هي. أوروبا ستحترق بهذه النار اللي انكوى فيها شعبنا، وإلا ما بيهمون. هن عم يبيعوا سلاح وعم يربحوا وما بيسألوا عن هموم هذا الشعب العظيم، هذا الشعب الصابر. الآن إذا ما اتحركوا وسارعوا لحل راح ينحرقوا بها النار. نحن قلنا دولة مدنية علمانية
تسعى إلى نظام ديمقراطي بشروطه الموضوعية اللي تتناسب مع بلدنا. احنا قلنا تغيير هذا النظام بطرق ديمقراطية، ويجوا الناس من خلال صناديق الاقتراع يحلوا مشاكلهم. الاستفتاء ما تم هالاستفتاء اللي كان يصير عندنا في الماضي قبل الثورة وهالطريقة الغلط. نحن الآن أمام عملية 5 سنوات من الحراك اللي عرف الشعب السوري طريقه الصحيح. نحن نسعى إلى دولة مدنية علمانية تعيش دور المواطنة بدون النظر إلى الأصل وإلى الجنس وإلى الدين وإلى آخره. هذا همنا في بناء الدولة، وذكرنا الحكي هذا. الهدف السياسي للعملية التفاوضية المباشرة هو الانتقال إلى نظام ديمقراطي برلماني تعددي تداولي يرسم معالمه ميثاق وطني مؤسس، يرتكز على مبدأ المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات لجميع السوريين بغض النظر عن الجنس أو القومية أو المعتقد أو المذهب، دولة قانون ومؤسسات لكل أبناء ومكونات الوطن، وهي صاحبة الحق الشرعي والوحيد في حمل السلاح، مهمتها بسط سيادة الدولة على كافة أراضيها والدفاع عنها وعن مواطنيها وتقديم الخدمات لهم وترسيخ فصل السلطات وتنظيم الحقوق والواجبات واحترام الدستور والقوانين وتجريم الطائفية السياسية ومحاربة الإرهاب بكافة مصادره وأشكاله. هذا اللي نسعى له. هذا الكلام في ظل بقاء الأسد أم لا؟ شوفي، نحن لما نسعى إلى حكم، قيادة حكم تأخذ من الأسد صلاحياته، أنا ما عندي مشكلة. الأسد ما عندي مشكلة. أنا لما آجي باخذ صلاحياته، حقي أنا كهيئة تأخذ صلاحياته، شو يبقى أو ما يبقى. التاريخ راح يحكم عليه. في عندنا قوانين، القاتل بده يتقدم للمحكمة. رفاقنا أو إخواننا في هيئة في الائتلاف المعارض يؤكدوا ويعني على رحيل الأسد. إذا درسنا مؤتمر جنيف ما فيها النقطة هاي. مؤتمر جنيف انتقال صلاحية رئيس الجمهورية إلى هيئة حكم. إذا بقي وما له شيء. هالحالة من الخرف السياسي أو نسميها زهايمر سياسي، إنه يخوفنا. إذا سلاحه راح إيش بقى يبقى؟ في محاكم وفي دساتير بتحلها الأزمة. طيب أستاذي، أنتم عم تحكوا إنه أنتم صوت من أصوات الشعب السوري. نعم. كمان الائتلاف عم يقول إنه نحن يمكن هن كل الصوت. طيب أنتم عم تمثلوا هذا الشارع. يا هل ترى بقاء الأسد هو حلم للشارع السوري بعد ما يقارب 5 سنوات من التضحيات بجميع أشكالها؟ الأسد لما بيروح مفعوله كقائد أو كرئيس، شو يبقى فيه؟ شو يبقى؟ أنت عم تاخذ منه كل الصلاحيات. يبقى مواطن عادي تحاكمه مثلك مثل أي مواطن تحاكمه. يعني ثورة اسمها ثورة حرية وكرامة لا يجسدوها بشخصنة. نحن ضد الشخصنة. أنا بقول طبق جنيف عم تقول لك هيئة حكم تأخذ تفسيره واضح، تأخذ بكل صلاحياتها. إذا ما بقى في دور رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية مثله مثل أي مواطن عادي آنذاك يقدر. لكن الآن السؤال اللي عم يطرح نفسه، هل فكرت روسيا أو حتى إيران بإخراج هذا الحالة هي؟ ما عم يفكروا. لطالما نحن متمسكين بطرحنا اللي أقدر أسميه، يعني أنا لما أغير النظام وما يبقى هالأمن وما يبقى هالقمع وما يبقى هالاستبداد، تبقى حالة طبيعية. أنا ما بحكي حلم،
أنا عم بحكي عن حالة 1 زائد 1 يساوي 2. قادرين نصل على الحالة هاي؟ الأسد وأي مواطن منا ينزل للمحاكم ويتحاكم. في قانون يتطبق، في مؤسسات تاخذ دورها. طيب أستاذ، أنت عم تحكي عن قانون في ظل بقاء شخص اسمه الأسد. نعم. نحن عم بنعرف أنه تجربة اليمن أثبتت أنه حتى بعد ما راح علي صالح صار في مشاكل كثيرة، لسه هو عم يتحكم باليمن. طيب هو راح ولسه عم يتحكم، طيب كيف واحد واقف بالسلطة قاعد بالسلطة بده يسمح لك انه تحاكمه، بده يسمح لك انك تتجاوز صلاحياته، بده يسمح لك انه يكون هناك كهيكل بدون اي شيء ثاني، بدون اي صلاحيات يعني؟ صحيح، انا معك، لكن يفترض اذا طبقنا جنيف ومخرجات جنيف وطورنا الحالة السياسية اللي احنا نشوفها، قطارين انضربوا بين بعضهم او حادث سير، وزير استقال، حالة يعني هي انوجدت حالة، رئيس استقال، فهي حالة موجودة. نحن بدنا نسعى للعموميات. نحن كهيئة تنسيق بنقول طبقوا اللي اتفقتوا عليه، وجود الأسد أو عدمه نفس الشيء. أما إذا بقيت العقلية الأمنية وبقي الحل الأمني وبقي القتل، لا، نحن مع إنهاءه. معناها المعارضة السورية وصلت إلى حد أو إلى طريق مسدود بأنه يشيلوا الأسد. طيب المعارضة بهذا التصور ممكن الشعب يقول أنه طالما المعارضة وصلت لمرحلة أنه انسدت كل الأبواب والشاء، فهي رجعت لمبدأ المحاصصة. طيب خلينا نحن كمان مثل الأسد، خليه هو يأخذ جزء ونحن كمان نتحاصص. يا هل ترى في بوادر لمحاصصات سياسية بين المعارضة، وممكن أنه تقبل المعارضات هاي المحاصصات وتقبل بسهولة مبدأ المحاصصة أصلا؟ المحاصصة إذا كانت رجوع إلى ما قبل الثورة، ما قام الشعب السوري مشان ينهي مستبد ويضع مستبد. أنا هدفي واضح كسوري، أنا بدي حياة آمنة، أنا بدي حياة سعيدة، أنا بدي حياة استقرار، أنا بدي حالة سيادة وطنية. هذا الكلام اللي أنت عم تحكي ما يتناسب مع طرحي. المحاصصات مقتل، هاي العراق أمامنا. الشعب السوري، أنا حكيت هداك اليوم في إلي تغريدة على صفحتي، وقسم من إخواني ردوا علي. حاول أكبر طبيب قطري في مستشفى أن سوري إجا له 5 توائم، 5 كردي، عربي، منهم درزي، مسيحي، علوي. هاي الحالة اجت توائم، لا الطبيب القطري قدر يحل هالحالة هي غصبا عنه، ولا الطب السعودي، ولا الطب الروسي، ولا الطب الإيراني، ولا كل الناس. هالحالة الموجودة في بلدنا حالة جميلة يجب أن نحافظ عليها. ممكن يسعوا إلى تخريبها، ممكن يسعوا إلى طمسها، لكن مهمتنا كناس سوريين زرع الوعي. وبتذكر مثل ما حكينا هذاك اليوم بالمؤتمر باللقاء اللي تم في الإصلاح، يجب خلق وعي إنهاء هالحالة هي. أول ما طرحنا لا للطائفية، نحن مجتمع متجانس، عظمتنا بأنه إحنا نحب بعضنا. موضوع المحاصصات، أنا هذا الموضوع يرعبني خالص. أتذكر العراق وما يتم فيها. لا يمكن لهذا الشعب العظيم أن يقتتل على مستوى الجزيرة. أنا من 2 سنين قلت لهم اصحوا إلى الاقتتال الكردي، اصحوا إلى الاقتتال العربي الكردي. ايش قد راهنت الناس على هالحالة هي. تم بالجزيرة أعظم حالة، ما يوم من الأيام اقتتلنا لأنه نحن طوائف، تصير حالات جنائية عادية، ما اقتتلنا لأنه نحن عايشين حالة بدي أسمي لك إياها حالة روحانية بين بعضنا. تصور هالحالة اللي توفى فيها فلان،
كلياتنا نروح نحضر، لأنه نحن مجتمع بالأساس تراحمي. أنت لك فكرك أحترمك، نبقى نحافظ عليها، لأنه هذا ما خلفونا إياه أجدادنا. هالحالة الموجودة هي من الوطنية الصادقة، من المواطنة الصادقة، ممكن 40 سنة نلعب فيها، لكن راح تزداد محبة وانسجام أكثر. أستاذ علي، إذا جينا على التوافقات اللي تتم هلا بين فصائل المعارضة وبين المعارضة والنظام إن كانت، ألا يأتي هذا تحت بند مصلحة النظام السوري؟ النظام السوري بقناعتي الآن منخور من الداخل. لما دير الزور كلها تروح منه، وحمص أو تدمر تروح، ولما الحسكة تروح، ولما إدلب تروح، إيش يبقى من النظام؟ حالة قمعية كلها ندخل السجون. شو الشغلة هاي؟ أنا بشعر إنه لازم نحاور لآخر لحظة، ما نقطع الأمل في حالة المد الديمقراطي. لازم دائما نحاور هذا النظام، نفاوضه، نناقشه. لو شايف الحالة اللي عملها الجعفري، ولما يعني العفو تجاوز كل الآداب العامة، هو اللي خسر. لابد من عملية سياسية، لا يمكن الحل في سوريا إلا بعمل سياسي ديمقراطي، إلا بعمل سلمي. أستاذ علي، لنكن واقعيين، بقاء الأسد وهو رأس النظام السوري هو نصر للنظام السوري. طيب، هل ما تم خلال 4 سنوات من نزيف للسوريين، ومن تهجير، ومن توسعت الناس هجرة خارجية، وهالشباب عم تسافر برا سوريا، هل بإمكاننا غير هيك؟ راح من سوريا خيرة دماء وخيرة شبابها. أنا بشعر إنه دفعوا سوريا بتستاهل، الوطن يستاهل، لكن علينا أن لا نفقد الأمل. بقدر ما كانت الولادة صعبة، المولود راح يجي جميل. بنهاية هذا اللقاء نتشكر الأستاذ علي إسعاد، رئيس فرع هيئة التنسيق الوطنية بمحافظة الحسكة. شكرا لكم، وشكرا لجهود الشباب الواعدة، والله يعطيكم العافية. وأنا كتير 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 سعيد بهالصرح الإعلامي الجميل، وأطلب من الله أنه هيك جهودكم تتضافر وتصيروا على مستوى كل سوريا. ألف شكر أستاذ. كان معكم كاتشا عثمان وعامر مراد إلى حلقة جديدة. مستمعينا الكرام، دمتم طيبين.